مساء الفل، عاملين ايه؟ شايفين النقطة الصغيرة دي؟ ايوه، هي النقطة دي بقى تبقى جزيرة مالطا وتابعة لقارة اوروبا. مبدئيا هتكلم معاكم عن المعيشة هناك وازاي تسافروا على جزيرة مالطا وحاجات كتير في البلد زي الاماكن السياحية واللغة. في جزيرة مالطا هتلاقي الشعب هناك بيتكلم لغتين اساسيين، اللغة المالطية واللغة الانجليزية، بجانب لغتين تانية مش اساسيين زي الفرنسية والايطالية. بالنسبة بقى للغة المالطية دي بقى اللي شبيهة شوية من اللغة العربية، يعني هتلاقي فيها حاجات كتير قوي من العربي زي الارقام والفواكه ومصطلحات كتير هنلاقيها موجودة في اللغة المالطية. بس ليه هم بقى بيتكلموا عربي؟ او اشمعنى دولة في اوروبا يبقى فيها حد بيتكلم او اللغة بتاعتهم قريبة من اللغة العربية؟ وده لان العرب دخلوا جزيرة مالطا من القرن التاسع لحد القرن ال11، فبالتالي هم اخدوا جزء كبير من اللغة العربية فيها. ومالطا يعتبر من اصغر دول العالم ومتكونة من 6 جزر، 3 جزر مؤهولين للسكن و3 غير مؤهولين للسكن، وال3 جزر المؤهولين هم مالطا وجوزو وكومينو. اما بقى ال3 اللي هم غير مؤهولين للسكن كومنتو وفليفلا، ايوه هي فليفلا، وجزر القديس بولي. ده غير بقى ان مالطا قعدت 164 سنة مستعمرة من بريطانيا، ودخلت الاتحاد الاوروبي في 1/5/2004، يعني بعد حوالي استقلالها 41 سنة. وفي 2008 عملتها الرسمية بقت اليورو بدل الليرة المالطية، وعاصمة مالطا هي فاليتا. ورغم صغر حجمها الا انها مدينة مليانة من المباني التاريخية والجمال. ده غير كده ان مسلسل جيم اوف ثرونز اتصور حتت منه في جزيرة مالطا. وبالنسبة للمباني التاريخية يعني مالطا مليانة بالقصور والكنايس والحاجات التاريخية القديمة جدا. ده غير ان كمان كل حاجة فيها متسجلة من ضمن التراث العالمي لليونسكو. وبالنسبة لمساحتها هي 246 كيلومتر مربع، يعني انتوا متخيلين قد ايه؟ يعني مساحه صغيره قوي. يعني نيجي بقى لميزه العيشه في مالطا والناس اللي عايزه تسافر. 5 طرق هنقولهم دلوقتي. اول حاجه وهي اقامه تقاعد، ودي شرطهم الوحيد فيها انك ما تكونش شغال، ان انت تكون على المعاش، عندك دخل شهري ثابت، اي دخل شهري مضمون، بس الشرط الوحيد انك ما تكونش شغال. تاني حاجه في اقامه التقاعد انك تشتري او تأجر بيت هناك، يعني لو هتشتري بيت يكون سعره ما يقلش عن 275 الف يورو، او لو هتأجر الايجار السنوي ما يقلش عن 9600 يورو. تالت حاجه في اقامه التقاعد برضو ان انت يكون عندك تأمين صحي يغطيك وانت هناك. رابع حاجة ان اقل مدة هتقعد فيها في مالطا 3 شهور، يعني اقل من 3 شهور انت كده بتكسر شروط الاقامة. خامس حاجة والاخيرة في اقامة التقاعد انك ما تشتغلش، ده الشرط الوحيد في اقامة التقاعد. تاني حاجة في السفر وهي اقامة الاستثمار او الاقامة الدائمة، ودي شروطها بسيطة، انك هتدفع للحكومة 100,000 يورو او اكتر، يعني على حسب حالتك المادية ايه، او انك تشتري بيت وتثبت انك عندك دخل ثابت او ثروة معينة ده بتثبتها للدولة، فبالتالي بتاخد اقامة الاستثمار او الاقامة الدائمة. ثالث حاجة وهي اقامة العمل، دي لو انت هناك انت تتواصل مع شركة ويوفروا لك اقامة العمل. طيب لو انت مش هناك عرفت تتواصل مع الشركة من وانت في مصر، بتتواصل معاهم تعمل انترفيو وكل حاجة، وبعد كده لو اتقبلت بيبعتوا لك على السفارة اقامة العمل. رابع حاجة اقامة الدراسة، ودي اقامتها بتبقى على حسب مدة دراستك هناك. خامس حاجة وهي الاهم والمشهورة دلوقتي ومنتشرة اكتر وهي الاقامة الرقمية، يعني هبسطها لك بطريقة تانية خالص، ان انت مثلا فريلانسر او بتشتغل عن بعد، ممكن ساعتها انك تعيش في مالطا وتشتغل لحسابك في اي بلد تانية. يعني انت عندك شغل اونلاين في مصر بس انت قاعد في مالطا، انت بتثبت لهم ان انا عندي ده جايلي وده شغلي، فانت بالتالي بتاخد الاقامه الرقميه. بس خلي بالك لازم دخلك شهري وبالاثبات انه ما يقلش عن 3500 يورو، والاقامه دي ساعتها هتتجدد لك كل سنه. مالطا تعتبر بلد صغيره وجميله، وطبعا هتلاقي الكنائس هناك والقصور التاريخيه كتير جدا فوق مما تتخيل. عدد الكنائس هناك وصل ل 360 كنيسة. الديانة هناك المسيحية الكاثوليكية. بالنسبة للشعب هناك، الشعب هناك طيب جدا 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 ومهذب. بالنسبة للي راح إيطاليا هتحسوا شبه الإيطاليين كده شوية، بس كطيبة لا، الناس هناك طيبة قوي، بيحبوا الضيوف قوي فوق مما تتخيل، واغلب التعاملات هناك مبنية على الاحترام، يعني هو ده التعامل بتاعهم أساسي. ده غير إن مالطا مصنفة من الاتحاد الأوروبي بإن معدل الجريمة فيها منخفض جدا. كده يبقى خلصنا فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتشترك في القناة وتقول لي رأيك عليه، ولو أمكن يعني ممكن تشغل الفيديو.